ازيكم عاملين ايه؟ لكم ان تتخيلوا ان انا بصور فلوج النهارده وانا ما منتجتش فلوج اول امبارح. بجح قوي. المفروض ان انا فلوج هو كان من اول امبارح، كان من يومين، ما منتجتوش لحد دلوقتي. فالمفروض ان انا همنتجه دلوقتي. عايز اعمل كام حاجه الاول، عايز اكتب. عندي افكار متلخبطه كتير وعندي مشاكل كتير، الله المستعان. عايز اكتب على ورق، حتى لو هكتب ورق واقطعه وارميه، بس ابقى بفك السلوك الملعبكه اللي هنا دي. حتى لو مش هوصل لحل، بس افضي كل ده على ورقه الاول، وبعد كده هبدا امنتج في الفلوج بتاع اول امبارح. ولو في وقت في اليوم، النهارده الخميس 16 3، خلاص فاضل اقل من اسبوع على رمضان. كل سنه وانتم طيبين. اكيد في رمضان هنصور كام فلوج كده، في كام فكره في دماغي في رمضان عايز اعملها. كل ده هيتصور ان شاء الله. الدنيا دوشه عندي هنا في المنطقه اللي انا عايش فيها شعبيه، فالدنيا دوشه جدا. اول ما صحيت الصبح، اول ساعه بعد ما صحيت كنت مصدع جدا بسبب الدوشه. ففكرت ان انا انزل اكتب الافكار اللي انا عايز اعملها دي ومنتج الفيديو في ورك سبيس. قلت انزل اي ورك سبيس. قررت في الاخر ان انا مش هنزل، ان انا هعمل قهوتي. وهقعد اشتغل هنا في البيت. قفلت الدنيا شويه، وهلبس السماعه دلوقتي وانا شغال عشان تهدي الدوشه شويه. ان انا مش ناقص دوشه، انا عندي دوشه هنا عاليه قوي، صوتها عالي قوي، فمش ناقص دوشه تاني من بره. عندي مشوار بالليل، ممكن اصور وانا نازل كام شوت كده بيرول. الله المستعان، الله المستعان. بسم الله. دي النوت اللي انا بكتب فيها. كاتب التو دو ليست بتاعت النهارده. بقى لي فتره كده في سؤال في دماغي: انتوا لما بتحبوا تفصلوا بتعملوا ايه؟ حد كده بيتفرج عليا ينزل في الكومنتات تحت يكتب لي هو بيعمل ايه عشان يفصل. السؤال ده يفصل، عشان بس الناس اللي هتسأل يفصل من ايه؟ يفصل من الدنيا عموما، من الشغل ومن الجامعة ومن المذاكرة ومن الدراسة ومن البيت وكده يعني. لما بتحبوا تفصلوا تعملوا ايه؟ يعني انا عمال بفكر في السفر، والفترة الأخيرة بقيت بفصل بالسكيت، إن أنا بنزل أجر سكيت. بس فكرة السفر يعني بتدوس عليا جامد، اللي هو لأ، سافر يومين على الأقل، 3 أيام. أنا عمري ما سافرت لوحدي قبل كده، بفكر أسافر. قولولي انتوا بتفصلوا ازاي؟ بتفصلوا عن الحوارات ازاي، عن الدنيا، بتطفوا الدنيا، الزرار بتاع الدنيا ده بتطفوه ازاي عشان تقدروا تكملوا؟ انا فعلا مش قادر اكمل يعني، حاسس ان الطاقه خلصت. انا عايز اكمل بس مفيش طاقه ان انا اكمل بيها. فقولوا لي انتوا بتفصلوا ازاي، بتعملوا ايه؟ انا رغيت كتير قوي في الحته دي. نزلت جيم. نزلت جيم. نزلت جيم بقالي دلوقتي 4 ايام. لسه الدنيا ملخبطه، مش عارف اصلا هعمل ايه في الجيم. يعني انا نازل عشان اظبط جسمي، ويعني انا جسمي رفيع، فانا بحاول ان انا يعني اضخم عضلات جسمي شويه. عايز اضخم يعني جسمي، ده التارجت. فلسه مش عارف اعمل ايه. عملت اشتراك، كان اوفر كده لمدة 8 شهور. هو 6 شهور وباخد شهرين، باخد شهرين هدية عليهم يعني. الجيم ده في مدينة نصر، اكيد هصور هناك يعني جنب الشغل بتاعي. اكيد هصور هناك كتير ريلز وممكن يعني هو 24 ساعة، فالاوقات اللي هنزل فيها الصبح. متارجت ان شاء الله ان انا بعد العيد، يعني بعد عيد رمضان، ان انا هبدأ انزل قبل الشغل مش بعد الشغل. الله المستعان. مشتت جدا، يعني مش عارف اعمل ايه في التشتت ده. الكادر ده وحش قوي. محتاج ان انا اقرب كده شوية وازوم شوية، كده احسن، صح؟ شعري وقع خالص. في بلوجر بتابعه كريم، لو عايزين تتابعوه، هو احسن مني طبعا 100 مرة. انا بتعلم منه حاجات كتير في التصوير وكده والمونتاج وما الى ذلك. كريم، اكتبوا كريم في المانيا، او يعني اكتبوا كيمو على اليوتيوب. كيمو او كريم، هو شاب مصري عايش في المانيا بيعمل فلوج. وانا كنت بقول ايه، نسيت. كنت بقول ايه عن كريم؟ اه. والله نسيت.
كريم اخر 3 فيديوهات نزلهم ان هو راح زرع شعر في تركيا. اتفرجوا على ال3 فيديوهات دول، حلوين جدا وهيفيدوكوا لو انتوا عايزين تزرعوا شعر. قال معلومات كويسة جدا، وهو صور الرحلة من A to Z، يعني من ساعة ما وصل هناك تركيا، من ساعة ما خرج من المطار لحد ما رجع ألمانيا في بيته. وهيكمل، يعني هو هيكمل ازاي هيمشي بعلاج وازاي هيعمل ايه وكده. فتابعوه، هتستفادوا جدا. انا مستني بس يبقى معايا فلوس، مبلغ مبلغ وقدره مش محتاجه فاروح ازرع بيه. اكيد هزرع في يوم من الايام، بس مش دلوقتي خالص، مش وقتها خالص. الفكرة دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا مشتت جدا، فبفكر ان انا اقفل الكاميرا وابدا افضي بقى في دماغي، يعني ابدا اكتب وبس، اكتب وخلاص، افضي كل اللي في دماغي على ورقه، وبعد كده احط الورقه دي اقطعها واحطها قدامي وابدا اكتب تاني بس بترتيب. وبعد كده اقطع الورقه تاني المره التالتة وابدا اكتب خطوات عمليه بسيطه جدا عشان اقدر احققها، ان انا امشي عليها الايام الجايه، بحيث ان هي تطفي نار الحرب اللي في دماغي دي. الكلام ده بجد على فكرة، مش بهزر. مش هقفل الفيديو، ممكن اصور وانا بكتب، تعيشوا معايا برضو الحوار ده. واي حد مشتت هات ورقة وقلم بجد، هات ورقة وقلم واكتب، اكتب كل حاجة في دماغك. يعني الحاجات دي لو بتضايقك، حاجات من الماضي بتضايقك وخلاص اكتبها، وطبق الورقة وارميها في الزبالة. دي لو حاجات بتدوس عليك وخلاص وملهاش حل، هي حاجات في الماضي، هي ذكريات في الماضي بس بتدوس عليك، وده بيحصل لي كتير. لو حاجات في المستقبل، لو حاجات سوري في الحاضر او المستقبل، اكتبها زي ما انا هعمل دلوقتي. اكتبها في ورقة بدون تناسق، بدون اي حاجة. اكتب، املى الورقة واقطع الورقة وحطها قدامك وابدأ اكتب تاني نفس الحوار بس بتنسيق، وخلي عينك على الورقة المتلخبطة دي، تلاقي الدنيا اترتبت شوية. فالدنيا المترتبة دي تقدر تاخد منها خطوات عملية تمشي عليها عشان تحل الحاضر وتحل المستقبل. الماضي ملوش حل، ما تدورش الحل. الماضي هتعمل ايه؟ موقف وحصل وخلاص، حادثة وحصلت وخلاص، ارميها ورا ظهرك. ارميها ورا ظهرك حرفيا، اكتبها على ورقة وطبق الورقة وارميها ورا ظهرك وارميها في الزبالة. فده هيهدي على فكرة والله لو المشكلة ملهاش حل. يلا يلا، احنا هنتكلم كتير ليه؟ انا برغي كتير قوي الفلوج ده عشان بقالي كام شهر ما صورتش. فهرغي بقى، اطلع كل الرغي ده، اصدعكم الفلوج ده، اللي هيصدع مني يقفل الفلوج على طول يلا من غير كلام كتير، صور وانا بكتب، يلا. الظل هنا كتير قوي. لو جينا كده مصدر الإضاءة ظبط، زاوية، فرق زاوية تصوير متعة برضو التصوير، بيديك إحساس حلو كده. خلصت كتابة، وأفكر أصلا وأنا بمنتج إن أنا أعمل بلور كده على الكتابات اللي أنا كتبتها، لأن دي حاجتي أنا ودي أفكاري أنا. فمش يعني مش عايز أشيرها كلها معاكم، مش عايز أشاركها كلها معاكم، عشان ما بقاش بزود حمل حد او بزود هم حد. لا، انا مش بشارك معاكم هم، انا بشارك معاكم التصليحات بتاعت حياتي. مش هقول لكم الجزء الحلو بتاع حياتي وان انا لا بوريكم الرفاهيه بس، لا، انا بشارك معاكم ازاي بصلح. بس مش لازم اصلح ايه، انت بقى خد الفايده وصلح انت حياتك بيها. بس دلوقتي الساعه داخله على 3 وانا لسه ما صليتش الظهر، مش عايز تيجي صلاه على صلاه، عشان كده قمت هروح اتوضى وارجع اصلي ونكمل باقي اليوم. يلا بينا. الكادر ده وحش جدا. صليت الظهر والعصر خلاص على اذان.
هنزل من البيت، انزل اجر سكيت ساعة ان شاء الله يعني، وعندي مشوار تاني بعد السكيت الساعة 7:30، وبعد كده هرجع على طول على البيت ان شاء الله يعني. الله المستعان. بفكر دلوقتي، انا عندي كتاب اشتريته اسمه يوم في حياة الرسول. الكتاب ده بيتكلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعيش يومه ازاي. فالكتاب ده انا بفكر اقرا فيه شويه دلوقتي، عشان انا محتاج فعلا ارتب يومي وارتب حياتي، ان هو بضيع وقت كتير في كلام فاضي، فمحتاج ان انا ارتب الدنيا شويه. انا محتاج اغير الكادر ده دلوقتي، وعايز اقرا قران. يلا يلا من غير كلام كتير، يلا. ده الكتاب اللي بقول لكم عليه، ده الكتاب اللي بيتكلم عن يوم في حياة الرسول، يوم في حياة النبي. الكتاب ده انا اشتريته عشان انا محتاج قدوة. انا محتاج حد يبقى قدوة، يقول لي اعمل ايه في يومي صح، يعني ازاي يومي يمشي صح. عشان انا مش متعود على المايك، عشان انا مش متعود على القراية، عشان انا مش متعود على القراية كتير. ف فصلت بسرعة، ولما لقيت نفسي فصلت فقلت اوقف، ما بقاش بقرأ وخلاص. عندي حاجة كده عايز اجربها، اشتريتها من الفجالة، تعال نجربها مع بعض. الموضوع بسيط جدا، مش مكلف خالص. رجعت تاني. خلصت حوار البورد اللي انا كنت بعمله، ف واتغديت. فيلا بينا ننزل نأجر سكيت في وسط البلد. بس بصوا الحركة دي. هو مبدئيا كده الموبايل هيفصل، وغالبا مش هعرف اصور وانا بسكيت. وجيت المكان اللي انا بأجر منه ما لقيتش الشخص اللي انا عايزه فيه، فرايح مكان تاني دلوقتي، طلبت اوبر. هنبسط مهما حصل. طيب محدش شايف حاجة طبعا، انا نفسي مش شايف حاجة، الدنيا ظلمت جدا. العشاء على اذان، اجرت السكيت، بس الدنيا ضلمه جدا والشوارع ضلمه، فانا مش عارف اصور حاجه. والموبايل 5% تقريبا، فهاخد يعني قلت اخد الشوت ده واقفل، ولما اروح احاول اقفل الفلوج، ولا هروح تعبان مش هقدر اقفل الفلوج. هقفله دلوقتي. حصل يعني كام دروب صغيرين قوي كده، نزلت المترو والدنيا كانت زحمه جدا، فروحت خارج من المترو تاني وخدت ميكروباص. الدنيا كانت، حصل كام دروب كده. المكان اللي انا كنت رايح اجر منه ما لقيتش الناس هناك، رحت واخد اوبر سكوتر، رحت رايح مكان تاني سرشت عنه على جوجل لقيته قريب عند جنب الجامعه الامريكيه، رحت واخد اوبر سكوتر، رحت رايح تاني. حصل كام دروب رخم كده، فده ما منعنيش ان انا انبسط يعني. انبسطت، خدت السكيت خلاص، فاضل ربع ساعه وارجعه، اقل من ربع ساعه كمان. مبسوط جدا وفصلت جدا، والحمد لله في وقت ان انا اروح مشواري اللي هو الساعه 8:30، الساعه لسه 7 الا ربع بس. فحبيت اقفل اليوم النهارده. يلا اشوفكم في فلوج جديد، سلام.